رياض يلتحق بنا الكابيتان والقائد الذهبي لفريق الشباب. احمد، صرت انت اهلا بك، صرت القائد الذهبي، رفعت كؤوس الان اكثر من فؤاد انور ولا لسه؟ أول شيء أهلا فيك اهلا أخوي وسهلا. بتال وفي المشاهدين الكرام. ثاني شيء لا بالعكس يعني الكابتن فؤاد غني عن التعريف ونتمنى أن نكون على مسيرة الكابتن فؤاد. طيب انت كم رفعت كاس الان، هو ولا انت ولا اكثر هو؟ 9 والله ما حسبتها، أنا بالنسبة لي 9. 9. اي. طيب. كابتن، اسهل عقد وقعه عطيف هو العقد الرابع، مع ان دائما اللاعبين اصعب عقد يوقعونه اللي هو العقد الرابع لانه يتوقع بعد ال30. ليش كان هذا اسهل عقد ومفاوضات سهله ويسيره وميسره؟ أول شيء أنا أحب أشكر إدارة نادي الشباب على نعم. تلبية طلبات أحمد، وكان الرغبة لي أنا الكبيرة أن البقاء في نادي الشباب. أشكر أكيد جميع الرجال الشبابية اللي كانوا واقفين معي، حتى يعني يمكن الأمير خالد بن سعد كان في استشارة فيهم في على العقد أحمد، فكانوا متجاوبين وكانوا بالعكس أنهم كانوا داعمين. شيء هذا أنا أشكرهم من القلب للأمانة. أكيد المفاوضات للأمانة ما استغرقت وقت طويل امم. لرغبة الطرفين في البقاء. يعني أنا رغبتي الكبيرة أنا يمكن تكلمت فيها أكثر من مرة أن البقاء في البيت الشبابي، وهو أكبر شيء في طموحاتي. امم. خاصة أن نادي الشباب يعني قدم لي شيء كبير، وهذا أعتز فيه. جميل. طيب. احمد، يعني ما شاء الله برضو عقدك دائما تتفائلون بالشبابيين، كل ما تجيب بطولة تجدد او العكس، تجدد وبعدين تجيب بطولة. التوقيتات ذي دائما غير مقصودة، اكيد تجي صدف. أكيد ما هي مقصودة. امم. توفيق من رب العالمين. أتمنى إن شاء الله في بعد العقد هذا الاستمرار في نادي الشباب برضه. جميل، اتمنى لك التوفيق. والمباراة الأخيرة السوبر، كيف شفت الشبابيين؟ هل كان الفريق فعلا شخصية البطل واضحة أنها بتستمر مع الموسم، ولا هي مباراة واحدة ما يمكن القياس عليها؟ أكيد هي مباراة واحدة، ما يمكن القياس عليها، خاصة أنها في بداية موسم امم. وتغيرات فيه كانت كثيرة. إدارة جديدة، لاعبين جدد كأجانب وكمحليين، فما راح يعني تظهر بالصورة اللي هي الكاملة. هي أعطتنا دفعة كبيرة أن نقدم الشيء الكبير في بداية الموسم. أكيد لما بداية الموسم تحقق إنجاز، فتخف عليك الضغوط نوعا ما وأن نقدم الأفضل. لكن لا زال الشباب أعتقد أن لديه الكثير في تقديم موسم إن شاء الله أكثر من رائع. شو التغيرات اللي أنت شايفها في الشباب في هالموسم؟ نتحدث عن المدرب، عن لعيبة أجانب جدد بالكامل، استمر لاعب واحد طبعا، عن إدارة جديدة. هذه تحتاج وقت أحمد للانسجام مع بعضها، ولا هي وجوه جديدة قديمة؟ نتكلم عن مدرب رئيس. والله أكيد التغيرات تحتاج لها وقت. حتى أكيد المدرب مرايس صحيح أنه كان متواجد معنا قبل 7 سنوات، لكن امم. أكيد في تطور في كرة القدم، في الفكر، في التغير كشخصية مدرب. أكيد استفاد من السنين اللي قضاها في الفترة السابقة. التغيرات برضو كانت على مستوى المحترفين. أكيد كان أتوقع أن المحترفين إضافة جيدة لنا. يحتاجون الوقت للانسجام، يحتاجون الوقت حتى التعرف على الدوري ومنافسة الدوري، هذه تحتاج الوقت. وأكيد دائما ما تواجه صعوبات في بداية الموسم في إشكالية الانسجام. جميل. ايش يحتاج الشباب أحمد علشان يستعيد لقب الدوري اللي فقده من موسمين؟ والله يحتاج أكيد يعني يحتاج الكثير، يعني خاصة الموسم هذا أعتقد أنه يمكن كل الفرق حضرت بشكل جيد. يحتاج الشباب التفكير الجيد، أنه يفكر في بطولة الدوري أكثر من أي بطولة. يكون متواجد، يكون شخصية البطل متواجدة. التوفيق أكيد في الأول والأخير، فهذه الأشياء تساعد كفريق أنه يحقق الإنجاز اللي هو يسعى له. جميل. طيب ليش ضربت السهلاوي في المباراة؟
لا، ما كانت ضربة، كانت شيء طبيعي يعني. داخل المباراة كل شيء جايز، ما كانت ضربة. يعني انت واحد تعطيك كف كذا تقول هذا شيء طبيعي؟ لا، ما كانت كف، ما هو كف يا اخوي بتة. يعني صفعة بالعكس، صفعة كان كانت. يمكن اوكي، كانت مزحة اوكي، يمكن كان خطأ مني، لكن ما كانت هي اللي ليش هو احتدم الأول الكلام إنها الموضوع كانت بينكم احمد؟ ليش وصلت لمرحلة انك تصفع او يصفعك؟ ايش اللي صاير بالضبط؟ والله ما صاير اختلاف، كان في اختلاف في كرة مشتركة، فتعرف وضع مباراة وضغط مباراة، أكيد الواحد صعب يتمالك أعصابه، امم فهذا اللي صدر يعني. كنت محظوظ ان الحكم ما شافك؟ والله حتى هو محظوظ، الحكم ما شاف. ايش سوى هو طيب؟ قبل ارجع للقطة من أول، من قبل ما تكون هذا، كان في تدخل يعني، يمكن امم ما أعتقد إنه مقصود من محمد، لكن يمكن كان تدخل على القدم من الخلف. اي جميل. كيف ترى عودة عبد عطيف أحمد الشبابي النصراوي الاتحادي الذي يعود إلى مكانه الأصلي في الشباب؟ كيف شايف عودته وجاهزيته؟ والله أول شيء أكيد يعني عودته بتكون لنا إضافة. عبده أكيد عنده الإمكانيات الكبيرة أنه يضيف لنادي الشباب، وأعتقد حتى إدارة نادي الشباب سابقا ما تعاقدت مع عبده إلا واثقة فيه وفي إمكانياته، وإنه راح يقدم إضافة كبيرة، وإن شاء الله أتمنى له التوفيق، وإنه يقدم الإضافة اللي احنا متوقعينها منه، إن شاء الله. وإن شاء الله أتمنى له التوفيق. إن شاء الله أحمد، أنا أيضا أتمنى لك التوفيق في العقد الرابع الذي وقعته. حققت كل البطولات التي لعبت عليها في المستوى المحلي. أرجو أن يكون لديك لقب آسيوي في السنة المقبلة، يكون هذا العقد الرابع أيضا تزينه بلقب آسيوي كبير مع فريق الشباب. شكرا جزيلا قائد فريق الشباب أحمد عطيف، صاحب 9 ألقاب مع هذا الفريق وهو يحمل شارة القيادة. شكرا أحمد.